السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اعرف عربيتك مع وائل المنياوي. عربيتك بتاكل زيت، صوت الموتور مش مظبوط، دفعت كتير ومفيش فايدة، في دخنة بيضة ورا، اعمل طقم شامبر، لا دي العربية عايزة نص عمرة، لا العربية عايزة عمرة كاملة. النهارده هنتعرف على بلف صغير قوي، سعره رخيص قوي، هو اللي عامل المشكلة دي كلها، هو بلف البي سي في. هنتعرف النهارده في الفيديو بتاعنا عن أعراضه ووظيفته وإزاي نختبره، وإزاي نجيب البلف الجديد ونختبر البلف الجديد قبل ما نركبه في العربية. خليكم معانا، انتظرونا بعد الفاصل، يلا بينا. رجعت لكم تاني. هنتكلم زي ما احنا قلنا النهارده عن بلف البي سي في او بلف تبخير الزيت. دوره الأول هنتكلم عن وظيفته في العربية. دور البلف التبخير هو بيسحب البخار الزيادة اللي بيبقى في غطا التكيهات ويرجعه تاني للمنفول عشان يتحرق، بيقلل الضغط جوه الموتور، يحافظ على الجوانات والأنسيهات بتاعة العربية، بيخلي في حالة من العدم من استقرار في الموتور. مكانه على غطا التكيهات، راكب على غطا التكيهات، سواء كان راكب بكاوتش او بخرطوم من الناحيه دي وخرطوم تاني رايح للمنفول، او بيركب رباط في غطا التكيهات ويرجع تاني على المنفول بخرطوم او التلاجة في بعض الدول بتسميها. ده اشكال مختلفه ليه، ده شكل، ده شكل، تمام، ده شكل، ده شكل. في اشكال كتيره ليها، ولكن المتعارف عليه والاشكال الدارجه هم الثلاث اشكال دول، هم اكتر الاشكال، وفي من دوت برضو اللي هو بيبقى حرف ال. دي اشكال الدارجه لبلف البي سي في او بلف التبخير. اعراض تلفه، احنا بنتكلم عن العربيه بتاكل زيت، في دخنه بيضاء او زرقاء خفيفه بتطلع من الموتور من ورا، في رعشه في الصلانسيه، صوت زي صوت صفاره، في ضعف في السحب بتاع العربيه، ممكن في بعض الاحيان لمبه التشيك تنور. هتسمع بقى ايه ده، العربيه محتاجه طقم شامبر، ده العربيه عايزه نص عمره، ده العربيه عايزه عمره. موضوع ابسط ما يكون، وهو سببه بنسبه كبيره بيبقى بلف التبخير، لو وخصوصا لو انا محافظ على موتوري ومحافظ على عربيتي. اسباب بوظانه ممكن يكون تاخير في ميعاد الزيت، انا اتاخرت شويه في ميعاد الزيت او اخرت شويتين في ميعاد الزيت، الزيت بيحصلك او بيجليط او بيعجن، يعني من الاخر بيبقى عامل زي السمنه، فتقل الزيت ده بيخش جوه، بيسد بيخش جوه البلف بيسده. استعملت زيت نوعه رديء، استعملت زيت مضروب مش معتمد، استعملت زيت غير مناسب لعربيتي. انا المفروض عربيتي بتاخد مثلا زيت تخليقي، واحط لها زيوت معدنيه اللي هي الزيوت الطبيعيه، ده بيبقى الزيوت دي تقيله على العربيه وتقيله على الموتور. الموتور سخن مني قوي، فبالتالي بوظ لي البلف. اختباره، هنختبر الحساس بطريقه سهله قوي وبسيطه قوي. الحساس راكب في الموتور، هنفك الخرطوم اللي راكب فيه، هنلاقي شفط، لو مفيش الشفط ده يبقى الحساس ده بايظ. لقينا شفط ولكن برضو العربيه مبرجله وملخبطه، هنفك الحساس، هنسمع صوته، المفروض ان هو فيه صوت تكتكه بيبقى فيه، تمام. لقيت ما فيش الصوت التكتكه ده وما فيش الكلام ده كله، هنختبره بطريقه تانية وبسيطه قوي وسهله قوي، سواء كان البلف القديم او البلف الجديد اللي انا اشتريته. هننفخ فيه من اتجاه، هيبقى بيسمح بمرور الهواء، هننفخ فيه من الاتجاه العكسي، مفيش هواء بيمر مسدود، لان هو دوره ان هو يسمح بخروج ابخره الزيت في اتجاه واحد ناحيه المنفذ، ما يسمحش بخروج الهواء، الضغط اللي جوه المنفذ يرجع تاني لغطا التكيهات. فبالتالي هو بيسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد بس، او بخار الزيت في اتجاه واحد بس. احنا كده اختبرناه، عرفنا البلف بتاعي بايظ ولا لا. طلع بايظ، هروح اجيبه، هختبر القديم قبل ما اركبه، وممكن كمان ننضفه قبل ما نشتري واحد ونستعجل ونجري نشتري واحد. تنظيفه بمنظف البوابه العادي، هننضفه من هنا بنرش عليه من هنا ونرش عليه من هنا، هننضفه. نجربه تاني بعد التنظيف حته الهواء دي، وان هو بيسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد. الموضوع سهل قوي، ولكن رغم صغره ورغم رخص ثمنه اللي هو بيتراوح من 100 ل 150 ل 200 جنيه يوم، يعني ما يبقى غالي، تمام. رغم صغره هو مهم جدا في العربيه، وممكن يدخلنا في متاهات كتيره قوي. اتمنى تكون فيديوهاتي بتفيدكم، ولو بتفيدكم اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه عشان فيديوهاتي كلها توصل لكم،
واتمنى ان انتوا تفيدوا غيركم وتشيروا الفيديو على اكبر قدر عشان يفيد كل الناس، والناس كلها تعرف عربيتها، ومحدش يشخص غلط فيدخل في نفسه في متاهات وتكلفة زيادة. اتمنى اكون مفيد بالنسبة لكم، وانتظرونا في فيديوهات تانية مع وائل المنياوي.